انت اصلا ما سكير وتحكي انه انا ما شرف بلدي. انا شرف بلدي عليك، ما كنت اشرب مثلك كاس 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 وحشيش حشيش 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 حشيش، ولصقتوا التهمه انه علي فيه شغلات مو حلوه عشان كذا صرتوا تناموا تحت. انتوا كنتوا تناموا تحت عشان كنتوا بايتين تسكروا وبتحششوا، عشان هيك بتناموا تحت. حسين، اذا اخوك عم يحكي هيك احكي له شو كنتي انت بتعمل في الفيلا. ما بيها شيء. احكي له شو كنتي بتعمل في الفيلا، وانا عندي الدلائل. بس هذا اللي يقول عندي دلائلكم واحد واحد. لا كان يشرب وداعتك، كان ينام جوا على الكرسي، هو قاعد يشرب. اقسم برب الكعبه انا عندي فيديو كلهم ماسكين كاسات، كلهم ماسكين كاسات، مو كلهم البنات او دخل شيء، كلهم تقريبا الشباب ماسكين كاسات عم يشربوا، والقنينه فوق الطاوله وسكرانين على الاخر. والكلام من الكلام اللي انتم بتقولوا انا كل كلام مو حلو، مسجل بالصوت كلامهم شو بيقولوا، شو تطيح الكلام اللي بيقولوا. اوكي، وهداك حسين ماسك كاسه ونام قاعد هيك، كل شيء عم يضحك عليه. كأنه جيز تمن. اوكي، يعني لا يقول لا تشرفي بلدك، انت ما تشرف بلدك. وعندي فيديوهات وقولوا نزليهم، زكية تنزل هلا. احسن اصلا حسين حتى الجمهور العراقي ما حابه. زين هو ثقيل ما عنه. اجبد اسماء الثانيين لانه حد الان ولا واحد فيهم اداني بشغله، يحكوا شو ما بدهم، بس يوصلني واحد بالضر راح يشوف الضر. مو انتم بتعملوا نفسكم بريئين وشريفين قدام الناس وقدام العالم عشان تخيبوا صورتي، عشان انا بضل قويه وبضل على نفس الكلمه، ما بعمل حالي بريئه وبطلع اخذ استغلال الناس مثل انتم ما بتعملوا. انا ما باخذ استغلال الناس، انا بضل على طبيعتي وعلى نفس انا. بس كترتوا ما راح اخذ استعطاف انا، ولا راح اقول الناس عافاكم كونوا في صفي، لا، راح اعطي بالدليل لاي واحد فيكم. بس ربي بيشوف، ربي بيشوف، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قال كلمة كذب، ولما إذا قلت هذه الكلمة صافي. طبعا ما يحتاج دليل، الدليل موجود ترى بالحلقه، الحلقه اللي انعرضت يوم الجمعه. زين الحلقه اللي انعرضت يوم الجمعه واضح ترى، حتى قالتها هي بالتصوير، قالت للتشارب. زين لان حركاته كانت حركاته مو طبيعيه، يضرب هذه يجي الاخ يقرصها خاب خطياضي. ما شفتوه انتم في الحلقات الاولى؟ ما شفتوه ما كان بيتحرك وما بيتكلم؟ والله كان بيتكلم لما دخلوا القاو اللي هرب لهم واللي يشربوا به، صار عندهم لسان وصاروا يحكوا. هذا برنامج داخلين فيه، مو عشان انتم تمسكوا في اصحابكم او توسخوا صورتهم. كل واحد فينا مو كامل مكمول، احنا عاملين اصلا غلط، داخلين على البرنامج كلنا داخلين على شغله واحده. باختصار كل انسان عنده اخطاء، يعملوا حالهم انه هم انتوا كلكم عايشين سويه. زين اولا الرجال ما يصير يطلع ينطي ببنيه او مرأة. زين هاي شغله، لان هاي مو شيء من الرجال. عندك مشكله احكيها ويا الرجال عادي، تناطح. لا اجيني احكيني دايركت. زين كيف ما انا لما بشوف شي شغله برسل لك، وعندي نفس رسائل حتى لو يحذفوهم انا دائما بعمل الاحتياط وبعمل سكرين شوت ولا كذا وكذا وكذا. يقول لي لا في البرايفت وبالعكس وانتي 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 وانتي، وبيطلع هون باللايف بيخيب الصوره. يعني ليش هذا الحقد؟ يعني ليش انتو هيك؟ انتو اللي ما تشرفوا بلدكم، انتو اللي ما تشرفوا بلدكم. واي واحد فيكم يجيب لي دليل انا كنت قاعده معاه جوا في الفيلا او اعمل معاه عم اشرب شيء، ولا قاعده عم ندخن عم حشش معاه شيء.
يجي احسن لكم؟ عجبتكم الرزاله؟ يجيب لي واحد دليل، يجيب لي دليل واحد فيهم انه انا كنت عم اشرب او اعمل شي شغله جوا. بس لا تكون خوش شوفي بس. شوفي شو صاير. اول شي مرحبا طه، كيفك؟ هلا مريانا، هلا بقلبي، شلونك؟ كيفك ذكية؟ شبك ذكية، ليش هيك معصبة؟ معصبه من حكي مين يعني شو اللي يخليك تعصبي من شو؟ يا انت شايفه مريم بدون ما احكي. ما انت تقتنعي مشان عالم ماسكينك مشان يعملوا ما عندهم محتوى حبيبي. يعني بدهم يمسكوكي انت ويمسكوا بجدان وهيك، ما عندهم شيء. العالم مو شايفتهم وبدهم يورجوا حالهم. انت علاش ما يورجوا حالهم بالبنات، اذا يورجوا حالهم مين يستاهل انك الواحد شوفوا الكاس بيفيد، اخر شيء الكاس بيفيد. بيطلع حسين وبيطلع اخوه بيقول زكيه ما تشرف المغرب ولا تشرف اي بلد عربي. انت اخوك بيشرف اللي بات سكير، اللي يبات سكير مين هو اللي سكير ويضل سكير بيشرف البلد. هو مو حاطي مثلا عنده وكاله. مين هو اللي يقرر عنك؟ مين هو اللي بيقرر؟ شرف 10 من الرجال منك. لو بتقولوا انا رجال عليكم، وكانت عندي شخصيه عليكم، وكنت اعطي بالوش عليكم، ما كنت مثلكم حتى اضرب كاس. ايوه عندك شخصيه اصير اقدر احكي في البنات. اكيد رجال عليك. اعطيكم اياها. ماسك كل البنات وعم يحكي فيهم من وجدان لإلي لزكية على فكره مو بس هو، وعاملهم محتوى على حاله. اخوه ما عنده محتوى، اخوه ما عنده محتوى، بده يعمل محتوى فينا. هلا المشكله عرفت؟ هم ما حد مقلبوهم، انت تفتهمين على لهجتي. هم ما حد مقلبوهم، هم حتى الشعب العراقي، الجمهور العراقي ما مقلبوهم، لانه هو ثقيل على المعده. يعني هو اصلا شغلته مو مال البرنامج، هو حرام كان هناك بالبرنامج ماخذ مكان بس. هي خلص من هي يعني انت قلت ثقيل على المعده. هو حالك حبيبي طالما هو عم يحكي عنك معناها انت عشان جنبه ناس ما بدي وشوه سمعتهم كيف ما هم حكوا عني بالسوق. بس ما توصل لهي المرحله. هي والقنينه ما بين رجلين فلان عارف مين حاله. خلص انه هاي المرحله وصب لي ما صب لي وكلام من تحت اللي كنا بنغلط بالكلام وكل شيء. خلص وبالليل حشيش وتدخيل الحشيش، وعندي دلائل. ومين كان بيدخلكم الحشيش؟ مين كان بيجيبوا لكم؟ يعني هدوا ولا تبينوا حالكم انه انتم ما عندكم شيء، وانتم ما تغلطوا، وانكم انتم صافيين وصلاه وعباده وما بتعملوا شيء. خلوا الله بعيد وخلوا حالكم عيب واهلكم، وتبينوا بالكاميرا انكم انتم ناس راقيين وما بتعملوا ولا شيء. بتتكلموا لانكم ما وصلتوا قد هيك مني، وما كانت عندكم قدره اصلا تحكوا بوشي هيك. اي واحد فيكم كان يحكيها بقفايا، ما كان بيقدر يحكيها بوشي. وهلا حتى تفتحوا وتشوفوا صار عندكم صوت. ما كان عندكم صوت، ما كان عندكم صوت. وهذوك اللي عم تشوفوهم انه انتم خايبين، راح اعطيكم كلمه. هذوك الاشخاص اللي انتم بتشوفوهم نسوانجيين، هم 2 شباب، 2. واحد بتشوفوه نسوانجي والوان وما بعرف شو، والثاني هلا فات من جديد وتشوفوه انه نفسه لعلي وصاحب علي. هم الاثنين اللي كانوا ما يعملوا شيء من غير دخان. ونيكولا حتى الدخان ما بيدخنوا. نيكولا حتى الدخان ما كان يدخن، شهادة حق. وما بحكي هلا لا نيكولا ولا اي شيء، بشهادة حق. وعلي اذا كان شرب يا ربي يوصلني للمقبره عند ابوي، الله ياخذني. بس اذا كان يشرب شراب. اما الباقيين خلص ذكية ما توصلي لمرحله انك تقعدي تفوتي بهذا النقاش كيف ما بيحكوا بحكي. بس ما بيحكوا اشياء على الناس ما بيستاهلوا، مو شايفين حالهم، ما بيستاهلوا انك تنزلي لهذا المستوى. وما كيف بنزل مستواهم وبرجع مستوايا. خيبوا صورتي، خلوا العالم كله تهاجمني، ولا حد صار بيحكي كلمة علي حلوة ولا أي شيء. وأنا إنسان
ابا عيب عيب والله عيب بس والله تحت العظيم عيب. الزنزانة شو اسمه؟ بيسبوا اهلي، لا، ميتة. بيسبوا امي، بيسبوا ابوي، ميت لا 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 وبيسبوا. لا حاشاك والله يرحم ابوك، ما حد لا سب امك ولا هم يحزنون ولا شيء، اذا يسب امك او ابوك اصلا الجمهور ما حد ما يقبله، هو الجمهور العراقي ما حد ما بس اللي يقبله. غلط فيه بغلط فيه. زين وهي انت اعطيتيه المقسوم، ما في. قلتي له اذا بعد يحكي حكايه زايده ناقصه راح تطلعين خياساته، هو نايم على الكرسي وسكران وهذا، فكل من يحترم نفسه ويقعد بمكانه ولا واللي عنده قدره فيهم يقول هذا الشيء كذب. اقسم برب الكعبه وجلاله الله انه انزلكم بالفيديو. ابويا ها بنزلكم خلاص. بالفيديو. لك اياه لك سادة ما في داعي تحط دليل يعني، عرفتي؟ باين انه وحكيك انك سادة وما في داعي توصلي حالك انه انت تحكي معاهم هذا الحكي، لك والله حتى ما يستاهلوا. بعدين مين اللي شوه صورتك؟ هو؟ يعني شو؟ حسين هو قصدي وسمارة يصيروا لي قاعدين. فيديوهات بسمعها. ذكيه اي واحد يصير يدخل قسمه ونصيب مو كامل مكمول. لا انا، لا ذكية. مريانا، لا كل. انا حبيبي والله العظيم انا دمروا لي نفسيتي، بس ما تخليهم يوصلوا لاي المرحله عندك، ما تخلي نفسيتك تتدمر بسبب هذا الشيء. اللي يحبك واللي ما يحبك يصطفل. ما راح اخوض شفقة الناس واحكي تماماً. يسحبوني وانا مو غلطانه. ذكية. لا انا غلطانه وما راح احكي، بس انا راح انا ما راح اعتمد اقول، انا ما راح اخلي العالم تشفق علي لان ما بعرف رد ولا ما بعرف احكي ولا ما بعرف. تماما خلص، اللي حبه واللي ما حبه عيب يا الله خيره. عيب. وهو عيب عليه اصلا، هو ماسك عارف هو نفسك انه انت عامل اغلاط، استر اغلاطك وما تطلع تحكي على الناس عشان حتى الناس ما تحط اغلاطك. اذا ما بالضبط. شفتي العالم بتصورك كلنا كنا بنصور، تماما. كنا بنصور وكلنا عندنا دلائل يعني تليفونات. قاعدين عم يحكوا علينا وهذا عمل وهذا سوى، وهنا نسيانين اغلاطهم ونسيانين حالهم. ما